السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كشفت مصادر بمديرية الصحة بالدقهلية اليوم أن عدد ضحايا حادث أتوبيس الدقهلية ارتفع إلى 24 وفاة، بينهم 6 من أسرة واحدة. وتجمع عدد كبير من أهالي الضحايا أمام مشرحة مستشفى المنصورة الدولي ومستشفى أجا في محاولة للتعرف على ذويهم. كان مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة أجا بوقوع حادث سقوط أتوبيس ميني باص محمل بالركاب بإحدى الترع على طريق متغمر المنصورة أمام محطة صرف أجا، ووقوع جميع الضحايا داخل الترعة. انتقلت قوات الإنقاذ النهري وسيارة الإسعاف وقيادات الشرطة لمكان البلاغ. بالفحص تبين سقوط أتوبيس ميني باص يحمل لوحات رقم د س ع 3482. تمكنت قوات الإنقاذ بمساعدة الأهالي من إنقاذ 7 من الضحايا قبل غرقهم، بينما تمكن آخرون من الخروج من الشبابيك. بينما تم انتشال 24 متوفى حتى الآن، بينهم 3 أطفال و6 أشخاص من أسرة واحدة. وتم نقل الوفيات إلى مستشفيات أجا والمنصورة الدولي والسنبلاوين، وجار البحث عن ضحايا آخرين. وأكد شهود عيان أن الحادث وقع أمام قرية منشاة عبد النبي بالقرب من قرية الديرس نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق أثناء تفاديه توك توك كان في الاتجاه المعاكس.